أعزائي مشاهدي قناة الجزيرة مباشرة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن الآن داخل مدينة أريحة التي حررها الثوار ليلة أمس. سوف نقوم في جولة نرصد فيها أوضاع المدينة بعد سيطرة جيش الفتح عليها. يعطيك العافية. الله يعافيك علينا اخوي. تحكي لنا عن كيفية دخولكم إلى مدينة أريحة. والله الحمد لله، نصر من الله وفتح قريب والحمد لله. لقد من الله علينا بفتح مدينة أريحة بخلال ساعات قليلة والحمد لله. البارحة العصر بأقل خسائر الحمد لله، لا توجد خسائر عندنا بالأبدا، بل عندهم تركوا الجرحى والفطة والذخيرة وفروا كالكلاب. والآن هم في معترم وكفرنجت. الحمد لله تم اليوم تطهيرهم بالكامل، والشباب اليوم الحمد لله رب العالمين حرش بسنقول وعلى في ضيعة ما بعرف شو اسمها. الحمد لله رب العالمين. كيف شعوركم انتم كمقاتلين اليوم في مدينة أريحة بعد ما دخلتوا على مدينة أريحة؟ الحمد لله كان شعورنا كبير، كثير فرحانين الحمد لله رب العالمين. تحكي لنا عن شعوركم أثناء دخولكم لمدينة أريحة. والله الحمد لله شعور كبير، فرحة كبيرة، فرحة كبيرة، الله أكبر، نصر من عند الله، الله أكبر، فرحة يعني ما بنحسن نوصفها، فرحة كبيرة. كيف استقبلوكم المدنيين في المدينة؟ الحمد لله رب العالمين استقبلونا بكل رحب وكل سعي وما في أي مشاكل من المدنيين، والمدنيين حبونا كثير وانبسطوا كثير، فرحة كبيرة عندهم، النسوان زرقت، الزلمة كبروا، الله أكبر، الحمد لله فتح كبير. تحكي لنا كيف كان دخولكم لمدينة أريحة وكيف الوضع الآن؟ الحمد لله تم اقتحام المدينة من عدة محاور، أعقبه انهيار سريع لقوات النظام في المدينة ما أدى إلى انسحابهم وترك أسلحتهم وذخائرهم وجرحاهم. والآن الشباب المجاهدين يقومون بتمشيط القرى المجاورة التالية لمدينة أريحة قرية معترم وأورم الجوز، ولله الحمد. ما سر هذه الانتصارات المتتالية للثوار في مدينة إدلب؟ الحمد لله وحدة الصف هي التي هي كانت سبب هذه الانتصارات والفتوحات. أين وجهة جيش الفتح بعد مدينة أريحة؟ إن شاء الله إلى جبهة الساحل وإلى عموم سوريا إن شاء الله. تحكي لنا عن كيفية دخولكم لمدينة أريحة وكيف كانت الخطة؟ الحمد لله سبحانه وتعالى، فضل الله سبحانه وتعالى ومنا علينا. دخلنا أريحة فضل الله سبحانه وتعالى بالتكبير للنصيرية وحزب الله والإيرانيين، فضل الله سبحانه وتعالى كانوا موجودين هون. والله سبحانه وتعالى من علينا طبعا بخطة من جيش الفتح فضل الله سبحانه وتعالى. كل مين كان له قطاعه الخاص فيه، ناس دخلت من الجسر وكل مين كان له قطاعه الخاص به. فضل الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى من علينا في أقل الخسائر فضل الله سبحانه وتعالى. ما هي الوجهة التالية لجيش الفتح بعد مدينة أريحة؟ بعون الله تعالى في عندنا أبو ظهور، في الحمد لله رب العالمين لا محنبل، وبعون الله تعالى لأماكن. سر هذه الانتصارات المتتالية في مدينة إدلب وما بعد جسر الشغور والآن مدينة أريحة، ما هو السر؟ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فضل الله سبحانه وتعالى. يعني كلمة واحدة الحمد لله 40 تحت راية واحدة بفضل الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا تحت راية واضحة الحمد لله 40، هي راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، بدون تسميات، بدون أي عائق للفصائل. الحمد لله 40 صف واحد كلمة واحد الحمد لله 40. هل تعتقد أن جيش الفتح سيستمر هذه الوتيرة من التحرير بعد سيطرته على معظم مناطق إدلب؟ نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أنه يفتح علينا. طبعا ما ندخل في عدة وعتاد، ما يغرنا لا عدة ولا عتاد، إلا قلت لك إن شاء الله صاحب التوحيد ينتصر في كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله فقط، لا عدة ولا عتاد، ولا حتى إذا توحدت البشرية كلها، بس حسبنا الله ونعم الوكيل. نسأل الله سبحانه وتعالى يكون
يكون جيش الفتح يستمر ويدخل لسه مع بعض الفصائل كمان ان شاء الله. الله يجزيكم الخير. تحكي لنا عن شعوركم في بعد دخولكم مدينة أريحة. الحمد لله رب العالمين، فرحة لا توصف، الله أكبر والعزة لله، نصر كان يحلم به الثوار من زمن بعيد. الحمد لله رب العالمين. كتيبة أبو رضا أجناد الشام، حياكم الله. تكبير الله أكبر، تكبير الله أكبر. والله تعامل معنا جيش الفتح اللي هن سوار اهلنا واخواتنا باحلى معامله. جيش النظام الفاسق الفاجر ما خلانا نطلع، عملنا دروع بشريه ننزل لنجيب الخبز. انتم كلاب، انتم خنازير النا، ما بده ولا يحشكوا يسبوا المدنيين ولا ابن كذا مدني بده يشوفوا عم ياكلوا خبز. اخذوا لنا المي، اخذوا لنا الخبز يا زلمه، ما خلونا نطلع. كفار فسقه. الله يحيي جيش الفتح ويخلي اولاده ويحميهم ويديمهم زغر لهالوطن ويعرف عمره لهالظالم البشار هو اعوانه هالشبيح اللي حطوا لي شهرين بفرع الامن العسكري ظلما وعدوانا. بعد ما دخلوا وشفنا حركة الناس ليش والله فرحة، والله عيد الأضحى المبارك ما شفنا فرحة مثل الفرحة اليوم. هذا هو عيد الأضحى وهذا هو عيد الفطر وعيد لكل السوريين، وأنا بهني كل سوريا وكل الثوار وأهالي الثوار وأولاد الثوار على هالبطولة هاي. شيء بيشهي مثل إذا كنا داخلين على الجنة. خلصنا من الطاغي، الابن الطاغي خلصنا منه وخلصنا من أعوانه. العمى نشفنا، لا مي لا كهرباء لا ربطة خبز ما نرقد على الفرة حتى نجيبها، وكدونا وبدي قوسك ولا ايش هذا؟ مللونا. كيف كان تعامل الثوار معاكم وقت دخلوا؟ الثوار اخوي إلنا، الثوار اخوي إلنا. ايش الثوار؟ ثوار اخوي. حدا تعدى على المواطنين؟ حدا من الثوار هلا شالوا لي البيدون وصلوا لي على البيت. غيرك شو عم يعملوا بالثوار؟ ما الثوار اخوي إلنا كلهم، ما في شيء. حج الناس اللي بدها تطلع من أريحة ايش عم يعملوا الثوار معهم؟ عم يطالعوهم، عم يطالعوهم كيف؟ والله ما بعرف الثوار عم يطالعوهم. بس بقى على زمان بشار ممنوع حد يطلع وممنوع حد يدخل. هلا الان هلا الحمد لله كل شيء على احسن ما يرام. الحمد لله رب العالمين. كيف كان تعامل جيش الفتح معكم؟ والله ما حكم أحد ولا أبدا أبدا أبدا. أول شيء شوف نحن نحمد الله سبحانه وتعالى على هذا النصر وثم بنحمد جيش الفتح، بنشكر جيش الفتح كثير. نحن اللي خلصنا من هذول الظلام، بقول لك من هذول الظلام، كنت الظلام بمعنى الكلمة يعني. والحمد لله رب العالمين. أبسط يعني الشعور مثل ولد صغير اللي فرحان بالعيد، صدق أنا بحكيك والله. طيب نحن داخلين على المدينة شفنا في ناس عم تطلع، ايش السبب؟ يعني بيطلعوا من خوفهم من القذائف، لأن مبينة بس تحررت البلد بدون ما يتركوها، بده يضلوا يضربوا لحتى أشو. كيف نظرتكم انتم لجيش الفتح؟ والله نظرتنا صدقا بنعرفهم وجماعة ما بيحكوا حدي ولا بيأذوا حدي ولا أبدا. عم نستناهم بفارغ الصبر والله العظيم يا أخوي، ما عم ننام الليل، مقصدنا بقى يخلصونا. سبقوا انه الثوار سيطروا على مدينة أريحة، كيف كان هذيك السيطرة وكيف كانت اليوم؟ والله هاي شايفة غير شكل إن شاء الله، متأملين بالله عز وجل إن شاء الله هالمرة غير شكل إن شاء الله. الرجعة لهون شبيحة ما بقى فيه إن شاء الله بإذن الله.